اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ ايه رأيكم بقى في الحاجة الجميلة والعظمة دي؟ وكل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ حمام بجد تحفة، بجد جميل جدا. مطقش معانا ولا فرقع، بصوا كده، والحشو بتاعه جميل وتحفة بالكبد والقوانص والرز. بجد حاجة جميلة جدا. تستاهل بقى منكم لايكات يا حبايب قلبي، وشير للفيديو، بوريكم كده الجمال والحلاوة. وهوريكم بقى طريقة الحشو بتاعتنا البسيطة السهلة، مش هياخد مننا غلبة خالص. بجد جميل جدا. والرز بقى اللي فاض مني، انا عامله بقى رز بزياده شويه عشان خاطر نحطه كده تحت الحمام. بيبقى طعمه جميل جدا بجد، بيتاكل قبل الحمام، بجد تحفه. بصوا كده الجمال والحلاوه. ومنطور بقى بالحبايه والحمام بتاعنا كده، الحشو بتاعه بجد كويس، ولا فرقع معانا ولا طق معانا. بجد جميل جدا. حاجة كده بجد مشرفة، وحاجة كده تنفعنا في العزومات، وحاجة كده مشرفة بجد. وحاجة بقى كده بجد تستاهل بقى منكم ايه يا حبايب قلبي، لايكات كتير كتير قوي عشان بقى يوصل لكم كل جديد. يلا نسمي بالرحمن ونخش بقى نحط حلة بتاعتنا على النار بقطع من الزبدة وشوية زيت. هنحط الأول يا حبايب قلبي القوانص بقى بتاعت الحمام. انا كان عندي بتاعه الفراخ، كنت حيشاها على جنب برضو هي والكبد. هنزل بقى بالقناصه الاول. بصوا كده يا حبايب قلبي، هتاخد تشويحتين كده، وهنزل وراها بقى على طول بالكبد. هنمشي مع بعض واحده واحده كده. برضو هتاخد تشويحتين تلاتة، وهنزل البصل كده تدبل معانا كده. خلاص يا حبايب قلبي، هحط بقى انزل بقى كده بالبصلايه. جميل جدا. برضو تشويحتين تلاتة مع البصل كده لغاية ما يدبل معانا. ونقوم بقى ايه منزلين بقى التوابل بتاعتنا الجميلة كده. خلاص هننزل بقى التوابل، احنا لسه كده ما نزلناش التوابل. شوية فلفل بقى وشوية بابريكا وتوابل مشكلة. بصوا كده يا حبايب قلبي. وشوية ملح بقى بجد تحفة. وتبقى معانا بقى لون الكبد بتاعتنا بتبقى جميلة جدا. ومن ما بننزل عليها يا حبايب قلبي الرز بتدينا لون جميل جدا. ونفس التوابل اللي انا نزلتها على الكبد والقوانص هننزلها برضو على الرز بعد بقى ما يتشوح معانا كده. هوريكم بصوا كده لون الكبد والقوانص جميل جدا. هكون غاسله الرز زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى بالرز، انا حتى مزوده الكميه شويه حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، شفتوا في اول الفيديو. بحط بقى بسوي بقى الرز اللي بيفيض بحطه تحت كده الحمام. هندي بقى تشويحتين تلاتة برضو للرز لغاية ما يبقى متشوح معانا كده. وهنسويه بقى بنص كوباية من المية. هياخد بقى نص تسوية كده. المقطع ده بقى كان دورت عليه ما لقيتوش، معرفش كان راح فين. الكاميرا بتاعتي كانت فصلت مني. على العموم انا هي استوى معايا نص سوا، وهوريكم كده انا نزلت كده بنفس التوابل زي ما انا قلت لكم. اللي انا حطيتها على الكبد والقوانص حطيتها على الرز من فوق. وهناخدها بقى تشويحتين تلاتة كده حبايب قلبي. وهننزل بقى بشوية مية زي كده. استوى معانا، نزلت بقى بشوية المية واستوى معانا. هنحشي بقى كده. انا حطيته بقى في حاجة كده طبق كبير كده بيرد معانا شوية عشان اعرف بقى ايه احشي بقى الحمام كده. انا مورقه الحمام زي ما انتم شايفين، فاصله الجلد عن اللحم. جميل جدا. وحتى كده الاكتفة بتاعته كده مكتفاه زي ما انتوا شايفين كده حباب قلبي. هحشي بقى زي ما انتوا شايفين بالمعلقة. المعلقة بتاعت دي عملتها بقى انا بحسب بقى كده ايه هتنجز معايا. لقيتها صغيرة قوي، هغيرها وهبدلها. بس هحشي الحمامية دي الاول، وهجيب بقى ايه معلقة كبيرة عنها شوية كده حباب قلبي. حشو بالمعلقه بحبايب قلبي بينجز معايا بجد، بيسهل معايا كده. ما بتاخدش معايا الحمامية 5 دقايق يكون اتحشت معايا، مفيش ثواني. بصوا كده حبايب قلبي. حتى عشان لو كان الرز
سخن ولا حاجة هيبقى كده مش هنحط ايدينا في قلب الرز خالص. بصوا كده طريقتها حلوة وسهلة وبسيطة بجد، ما خدش مننا ايه ثواني يا حبيب قلبي. كانت الحمامية اتحشت معانا بوزع بقى كده الرز كده بين الجلد واللحم كده، عشان الحمامية بتاعتنا تبقى مليانة كده وجميلة. وحشيتها كده بقى من بطنها كده، كده جميل. بصوا كده الجمال والحلاوة، جميل جدا. حماية كمان كده يا ام حنين، وهنحشيها كمان. انا كبرت المعلقة اهو يا حبايب قلبي عشان نبقى ايه ننجز مع بعض. بصوا كده ما خدتش مننا وقت خالص، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. لو عندك ايه بقى كمية كبيرة مش هتاخد منك وقت خالص. الحشوة دي بجد بتنجز معايا وسريعة، ما بتاخدش مني وقت خالص. اهي زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. هوزع برضو الرز كده في الحمامية كده وفي الجناب. بصوا كده زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. وفي قلب الحمامية كده من جوه هنحط برضو شوية رز حبيب قلبي، ما انا هنسيبها فاضية. بصوا كده جميل جدا. حمامية كده من جوه. انا بملاش الحمامية قوي حبيب قلبي عشان طبعا اما الرز بيستوي في الحمامية بيزيد طبعا عشان ما يطقش معانا. هحاول برضو اعمل الرجول بتاعتها كده واكتفها، مش هتنفع معايا هسيبها مش مشكلة عشان ما اغلبش نفسي. كده خلاص الحمامية خلصت معايا، خلصت الكمية كلها. هسوي في ايه يا حبايب قلبي؟ في الكيس الحراري. بجد بيطلع معايا مستوي، والرزاية بقى منطورة بالحباية بجد في الحمامية بجد. واللون بتاعه بيبقى روعة، بدون بقى تحمير ولا اي حاجة خالص. بيكون الحمام بتاعنا جاهز معانا حتى ينفعنا في العزومات، من غير ما نحمر بقى ولا طرطشة ولا زيت ولا الكلام ده. ده كله بقى بنقوم حاطينه كده في قلب الفرن، ما بياخدش معانا دقايق خالص يكون الحمام بتاعنا جاهز. انا احط بقى كده في قلب الاول كيس كده 3 حمامات. ال3 حمامات دول كانوا كبار شوية. هحطهم، والكيس التاني اهو حاطه ال4 حمامات زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. معايا المسك بتاع الاكياس هسكه كده، وهخرج منه الهواء خالص من الكيس، واقوم قافله كده عليه. ومعايا بقى ايه ال ال اي حاجه كده نخرم بيها. دي حبايب قلبي السلاكه او اي حاجه عندك او العصام بتاعت الشيش طاووق ديت هتعمليها برضك، هتخرجي منها الهواء. هنجيب بقى الكيس التاني وهنحط بقى بقيه الحمام. دلوقتي كده انا كنت مولعه الفرن يسخن معايا عشان خاطر الحمام بتاعنا ما ياخدش وقت في الفرن. هنرص كده الحمام بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش يا حباب قلبي تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكو وليكو ان شاء الله، ونكمل مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي، انا خرجت الهوا وقفلت كده برضو، بخرج الهوا كده. هنحطهم بقى في الصينيه كده خلاص، مش هياخد مننا وقت يكون طلعت معانا كده خلاص يا حبايب قلبي. استوى معانا كده. هوريكم كده بقى نفتح كده كيس نسمي بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. بجد سخن قوي، انا هسيبه يهدى شويه ونخرجه كده على طبق التقديم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. بص كده ايه رايكم بقى في الجمال والعظمه ديت؟ يا جماعه ما استاهلش منكم لايك وتشجيع منكم يا حبايب قلبي. جميل جدا، تحفه، وبألف هنا. جميل ويستاهل منكم بقى لايكات يا حبايب قلبي. بصوا كده بوريكم كده الجمال، حلو قوي. جميل قوي بصوا كده، ولا طق ولا عمل معانا ولا خرج رز حتى، جميل جدا. استاهل بقى منكم لايكات يا حبايب قلبي وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.